هيجي يسحب زي ما بنقول كده النفس اللي جاي، مفيش، خلاص الموضوع انتهى. طب هيبتدي يعمل ايه؟ بصره بقى يختلف. هو دلوقتي في مرحلة بينتقل فيها من الحياة الدنيا للدار الآخرة. المرحلة دي هو يبتدي يمر بمجموعة من الأحداث، الناس اللي عايشة معاه حواليه واقفين جنبه في الدنيا مش شايفينها، لأن هو أبعاده ودنيته وحتته وقصته اختلفت. خلاص هو الموضوع انتهى، فرزقه خلص، دنيته خلصت، بدأ إن هو يموت. لو هو راجل صالح، أول مشهد هيشوفه ملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالشمس مد البصر. يعني أنا بس عايزك تتخيل كده يا ياسر، إن واحد قاعد كده، قاعد في المسجد مثلا، أو سايق عربيته، أو قاعد في مكان منتظر، قاعد أي حاجة كده وبتاع، وكانت دي لحظة الموت في محاضرة، كبير صغير أن كان، هو قاعد كده اهو، فعارف بربش بس كده، جاب البربش، بيبص لاقي ملائكة بيض الوجوه، هو بيشوفهم لأول مرة. أنا بفتكر دلوقتي والنبي صلى الله عليه وسلم بيشوف سيدنا جبريل لأول مرة على صورته، هو بقى هيشوف ملائكة بيض الوجوه مد البصر. منظر المنظر اللي هو هيشوفه منظر مبهج، القصة مش سهلة. يعني انا دلوقتي وانا قاعد بقول لك ايه، انا دلوقتي طرفه عين ممكن واحد يقول لك ايه، يا نهار ابيض على الخضه، طب ده هيتخض ويطلع يجري. ده انت دلوقتي بتتكلم كانك واحد في نفسيه واحد عايش في الحياه الدنيا، شفت مخلوقات عجيبه حتى لو شكلها حلو، مد البصر قدامك هتبقى حاسس بايه؟ ان هو منظر يخض. انما هل هو معانا في الدنيا؟ لا، دلوقتي هو في مرحله الانتقال، عمليه تسمى الموت. فهو أول ما يشوف ده، لا 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 لا، هو هيستبشر، هيفرح، ويأتي ملك الموت عند رأسه ويقول إيه؟ اخرجي أيتها الروح الطيبة. مش هينفع حاجة تانية يا رب. هو بقى دلوقتي بيتعامل مع جسمه بشكل مختلف. الموضوع ما بقول لك أبعاده حتى في نفسه بقت مختلفة. أنت دلوقتي عبارة عن إيه يا ياسر؟ أنت ياسر كتلة واحدة لا تتجزأ، صح؟ الموت لا، انت بتتقسم قسمين، روح تخرج من جسد. طيب الروح شايفة ايه؟ او الجسد شاف ايه وبلغوا للروح اللي هي علمها عند الله عز وجل، محدش يعرف عنها حاجة. بيبص لقى اخرجي اياتها الروح الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج في ثانية فرحانة جميلة. ثم بعد كده يوضع في كفن من الجنة، ويتحط له عطر من عطر الجنة، ويخرج بعد كده الملائكة تحمل هذه الروح لرحلة بيعيشها لأول مرة من الأرض إلى السماء، تطلع معاه. كل بقى ما يعدي هنا، طبعا هو قبل كده انت كنت بتبص في السماء تشوف حاجه، تشوف سحاب. هو بقى وهو طالع هيشوف الملائكه اللي كانت موجوده في السماء واحنا مش عارفين ان احنا نشوفها اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم نظر مره الى السماء وقال اطت السماء، يعني بتزيق، شايله كتير، وحق لها ان تئط. ليه؟ ليس فيها موضع 4 أصابع الا فيها ملك ساجد او راكع. فدول الدنيا مليانه ملائكه بس احنا مش شايفينها. طب ابعاد الميت لا، مختلفه. فهم بقى واخدينه وبيوصلوه لفوق، وهم بيوصلوه لفوق كل شويه يمر على شويه من الملائكه، يشموا ريحه حلوه، ايه دي؟ ريحه الجنه دي جايه من تحت. مين ده؟ قالوا فيقولون هو فلان ابن فلان باحسن اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ده امير، ده بحر العلم، ده بحر ده امير، ده اللي كان بيتكلم في الدعوه، ده ياسر اللي كان بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، دي رشا اللي بتحفظ القرآن، دي نهى اللي بتصلي الفجر، ده قبيل اللي بيستغفر في الاسحار، ده فلان اللي ده فلان. احسن بقى الحاجه، عارف بقى اللي هو ايه؟ اللي هو انت طالع بقى ده فلان، ده اللي نزل عليه مغفر، ده اللي تاب من كذا، ده على طول ما هو قاعد
عمال يسمع. طبعا هو عمال ايه؟ يسمع ومبسوط اكتر واكتر واكتر واكتر، لحد ما يطلع الى السماء وتفتح له ابواب السماء. ورحله طويله يعني مش عايزين نخش في تفاصيل كتير، بس يعني تفتح له ابواب السماء، وكل حتى باب من ابواب السماء مين ده فلان الفلاني افتح له، مين ده فلان الفلاني افتح له، ويكتب اسمه في عليين. وبعد كده يقوم الرحله دي عبال ما تخلص فوق ينزل يلاقي نفسه فين ان شاء الله؟ في قبر نازل على القبر على طول. جسد كده بيبقى يشيع، يقوم داخل على القبر، وبعد ما يدخل القبر يتقفل عليه، تبتدي بقى يخش في مرحله البرزخ. احنا كنا في مرحله الموت، تمام؟ دلوقتي بقى في مرحله البرزخ. واضح؟ ده واحد. في واحد تاني بقى قاعد كده اهو، اتفرج بقى على تمثيليه ولا على ماتش، ولا مثلا والده بيقول له هعمل لي كذا، فيقول له عم ما تقرفناش في عيشتنا بقى يا عم بقى يعني، ولا اي حاجه، وبتاع في بقه سجاره، ريحته سجاير، معاه مخدرات كده. هو ايه؟ هوبا ايه اللي حصل؟ مات يعني. الروح دلوقتي هتخرج، النهايه، نهايه الدنيا. وهو قاعد برضه نفس البربشه هي بص كده، ايه ده؟ ملائكه سود الوجوه مد البصر. ويجي برضه ملك الموت يجي يقول ايه؟ اخرجي ايتها الروح الخبيثه. هو يسمع ايه؟ سلم يا رب. الروح الخبيثه المفترض تخرج. الروح تعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ ساعتها الروح تجري تنتشر في الجسد، مش عايز تخرج، مش عايز تخرج، يا نهار. وبعد فينتزعها من جسده انتزاعا، اخرجي، ويتضرب عشان خاطر تخرج. الملائكه تضربه عشان خاطر تخرج، ملائكه الموت تضربه يلا. واول ما يخرج يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هو بيخرج يعني زي السفود، اللي هو عارف لما يكون مثلا في شوك مثلا، فرع كده فيه شوك وموجود عليه صوف، فعارف بيتقطع الشوك ده، عمال يقطع في الصوف، مش عايز يخرج، ومش هيخرج الا بتقطيع الصوف. فعلا ده اللي بيحصل، يخرج كده متقطع. اول ما يخرج على طول يكفنوه بكفن من النار، وعليه عطر من النار، مسوح من النار، ويطلع بعد كده نفس الرحله هي من موت واحد. يطلع كل الملائكه ايه ده؟ ريحه الزفت دي، ايه القرف ده؟ الله، هم بينفضوا النهارده مولعين حاجه من ايه؟ حاجه مقرفه، تمام، ريحتها وحشه جدا. قال لك لا، ده فلان الفلاني بأسوأ اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. لا ده فلان الزاني ده دي البنت اللي كانت بتمثل عليها ان هي متدينه، وهي كانت لما بتخلب محارم الله عز وجل بتنتهكها، وكانت وفتنت الولاد ولبست المعرفش ايه. لا ده الواد اللي كان بيشرب مخدرات. لا دي البنت اللي ما كانتش بتصلي الفجر. لا ده اللي عاق الوالديه، ده معرفش ايه، وريحته وحشه كده ليه؟ قال لك لا اصله كان عاق. ويعدي على واحد ليه هو ريحته كده وحشه؟ اصله ما كانش بيصلي. لا ريحته كده. كل المصايب السوداء بتاعته، كل المصايب السوداء. ويطلع، هل تفتح له ابواب السماء؟ لا تفتح له ابواب السماء. نفس الرحله بس باسماء وحشه. ولا تفتح له ابواب السماء، ولا يكتب اسمه في عليين، لما في سجين. وبعد كده ينزل يلاقي فين؟ يلاقي برضه جسده داخل على القبر، ويعيش قصه تانية. ده موت وده موت، وانت بتختار، يا كده يا كده.